ما كاد الزملكاوية يحتفلون بالعودة القوية لهدافهم الكبير عمرو زكي للملاعب بهزه الشباك بهدف جميل وتألقه اللافت في موقعة دار السلام أمام يونغ أفريكانز في جولة الذهاب، حتى كتب لقاء العودة استعادة النادي لخدمات نجم سوبر آخر يصفونه بالعالمي وهو أحمد حسام ميدو. ميدو في لقاء أفريكانز استعاد الكثير من بريقه وأثبت أنه لا يزال قادرا على العطاء، خاصة بعد استعادته لرشاقته كلاعب كرة بعد وصوله إلى الوزن المثالي ورفع معدلات لياقته البدنية. ميدو مهاجم مشاكس وخطير، صاحب قدرة على هز الشباك وصناعة الأهداف، وأثبت صحة وجهة نظر مديره الفني حسن شحاتة الذي رفض لأكثر من 4 أشهر المغامرة بميدو أساسيا في تشكيلة الزمالك حتى يستعيد وزنه المثالي ويصل لمعدل لياقته الطبيعي، ولم ينظر إلى هدفيه في مرمى المحلة وتليفونات بني سويف في الدوري أو هدفه في شباك أتلتيكو مدريد من ركلة جزاء في مباراة القرن، وأصر أن يكون ميدو الأساسي هو ميدو زمان. الآن استعاد الزملكاوية ثانية ورقة هجومية خطيرة في مصر، ميدو العالمي، مثل ما فعل مع عمرو زكي في جولة الذهاب في رحلة استعادة العرش الإفريقي. فهل يستمر ميدو بقوته وقدراته التهديفية أم أن تجميد النشاط الكروي في مصر سيكون له أثر على مستواه؟